امبارح ماتش المغرب واسبانيا مش ممكن، متعه 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 متعه، ما بعدها متعه. المغرب طبعا بقول لهم الف مبروك. الناس دي بص فازوا حضرتك 2-0. فازوا 2-0 على مين؟ على بطله اوروبا. يعني اسبانيا دي من الفرق القويه، وكل اللعيبه اللي موجوده في الملعب، اللي في برشلونه واللي في ريال، يعني لعيبه على اعلى مستوى. المغاربه امبارح عمل عليهم ماتش في منتهى القوه ومنتهى السرعه واداء مميز جدا. وبرضه عشان نرجع، انا ما بقولش مدربين كلهم حضرتك محليين، يعني ما هو النهارده اللي زي الركراكي اللي هو ماسك الفرقه الكبيره مدرب الشباب، وكلهم وهم دلوقتي برضو ماشيين على هذا النهج. والنهارده هم بيلعبوا اسبانيا في بدايه الجيم، هم بيقروا الجيم وابتدوا بتحفظ. بعد كده اما لقوا ان هم ممكن ان هم يأدوا وان الفرصه قدامهم، وده اللي حصل، هي دي الثقه الكبيره ان هم فاجئوا اسبانيا. بيلعبوا لعيبه هايله جدا خالص. النواحي التكتيكيه عندهم فرقه كبيره. امبارح انا بتفرج عليهم، الكروسات اللي بتتعمل بالعرض، انت طبعا بتلعبي اسبانيا اكيد بيبقى عليك ضغوط جامده، بس ازاي التمركز الجيد المهم جدا جدا اللي للاسف شفناه في ماتشنا عندنا بدون ذكر برضه، مش عايز احمل لعيبه اخطاء ساذجه جدا جدا. فدي حضرتك للاسف الشديد الواحد زعل جدا واتضايق جدا. دايما بنقول شايفين او زي ما بيقولوا الجامعه الملكيه المغربيه شغاله ازاي، بتطلع ازاي اجيال. في عامله نهضه كرويه غير طبيعيه في كل